أنا اسمي دينا أشرف، متخرجة من بزنس ادمنستريشن جامعة الدلتا سنة 2022، عندي 23 سنة. أنا اسمي سامح سعد، عندي 22 سنة، درست كلية علوم جامعة المنصورة قسم بايوكيمستري. أنا خالد محمود عبد القادر، خريج كلية إعلام جامعة القاهرة قسم علاقات عامة وإعلان. أنا خريج 2023 حديث التخرج، وما كانش عندي أي جوب اكسبيرينس قبل كده. أنا اسمي يارا رضا، عندي 25 سنة، معايا ليسانس انجلش من المعهد العالي للغات في المنصورة. أنا اسمي ندى غراب، عندي 23 سنة، متخرجة من إدارة أعمال جامعة الدلتا سنة 22. الميجر بتاعي كان أكاونتنج. اسمي أحمد الجمل، خريج كلية تجارة إدارة أعمال، عندي 27 سنة. أنا عبد الرحمن فادي الحداد، خريج كلية تجارة جامعة المنصورة قسم إدارة الأعمال. عرفت عن أزرق إن أنا كنت بسكرول عادي على فيسبوك لحد ما لقيت جروب ريليتد بالماركتنج شوية، ولقيت إعلان عن أزرق فجيت. عرفت شركة أزرق لأن أنا كنت بعمل سيرش على شركات التسويق في المنصورة على لينكد إن، ولقيتها بتقدم انترنشيب فقدمت فيها واتقبلت. أصدقاء ليا اقترحوا عليا شركة أزرق، فدخلت عملت عنهم سيرش في لينكدين وفيسبوك وبعت لهم، عرفت إن هي شركة تسويق وإن هي بتقدم انترنشيب فور فري في المنصورة. أخدت دبلومة التسويق، ومن خلال الدبلومة ديت هو رشحني إن أنا أحضر الانترن بتاع أزرق. أنا ليا أصدقاء هنا شغالين في الشركة، فهم رشحوا لي أزرق إن هي بتدي دايما فرص إن الناس تتدرب وتعرف أكتر عن المجال. فحبيت ان انا اقدم واشوف التجربه هتنفع معايا ولا لا، والحمد لله ان هي نفعت واتقبلت. انا كنت حابب اخش اتعلم، فكنت بسال ناس كده فعرفوني على ازرق، مجموعه اصدقاء عرفوني على شركه ازرق. عرفت عن أزرق من على فيسبوك بالصدفة، لأن أنا أصلا كنت مهتم جدا بمجال الماركتنج، تحديدا الميديا باينج. مجال التسويق كان مجالي في الجامعة، ده اللي أنا كنت متخصصة فيه، فده كان بداية اهتمامي بالميجر ده، وكان بداية إن أنا أبقى مهتمة بإن أنا أجيت انفولد في عالم الماركتنج، وحسيته أقرب حاجة لشخصيتي. أنا اخترت مجال التسويق. أنا كنت ميجر بتاعي كان أكاونتنج، بس كان كويس كدراسة، لكن كنت حاسة إن الشغل هيبقى أحسن كميجر تاني اللي هو ماركتنج. فبدأت أعمل سيرش وأشوف حاجات شركات تبع الماركتنج وكده. دخلت مجال الماركتنج عشان اتعلم منه ازاي اطلع بالافكار اللي هم بيطلعوا بيها دي، يعني كنت حابب المجال وكنت حابب الفكره عامه. هو انا كنت بحب المجال ده من وانا في ثانوي، ولذلك سعيت له واشتغلت على نفسي لحد ما جبت مجموعه الكليه اللي اقدر ادرس فيها تسويق. اخترت مجال التسويق لأن هو مجال فيه المستقبل، وأنا حد بيحب يتعلم على طول، فهو هيخليني دايما أتعلم حاجات جديدة عشان أكون دايما up to date. اشتغلت فترة كبيرة في المبيعات، وفتحت أكتر من مشروع، وكان دايما في ضروب كبيرة عندي جدا في الجزئية بتاعة التسويق، فقررت إن أنا أتعلم تسويق. اللي خلاني أحب مجال التسويق إن أنا لما اشتغلت في السيلز دايما عندي شغف وعندي اهتمام كبير جدا بفكرة الإعلانات، وإزاي الناس دي بتطلع يعني فكرة كرياتيف تشد الناس أو تشد الجمهور إن هو يبقى مبهور بحاجة زي كده. استفدت كتير الصراحه، يعني انا بعيدا عن الماركتنج كشغل، فانا استفدت ان انا في حياتي عامه، هو فادني في حياتي كمايند سيت، ازاي افكر، خلاني ابص لكل حاجه بمنظور مختلف. وفي التسويق عامه او في الشغل بقى فادني في ان انا ازاي اعرف اسوق لنفسي في اي شغل، حتى لو مش في الماركتنج بس، عامه في اي شغل ازاي اعرف اسوق لنفسي، لو انا افتح بيزنس خاص ازاي اعرف انجحه. استفدت كتير قوي، استفدت تكنيكال، واستفدت من خبرات الناس اللي موجوده، من نصايح الهدات، المايند سيت. استفدت حاجات كتير قوي كان ممكن ما استفدهاش في 6 شهور بره أزرق. أنا استفدت كتير قوي في الانترنشيب دي. أنا اتعلمت ازاي اعمل تسويق على البلاتفورمز كلها من الانترنشيب. انا ما كنتش عارفه قوي عن الميديا باينج، وعرفت يعني ايه ميديا باينج وايه مسؤوليه الميديا باير، كل ده في الانترنشيب. انا كندى، انا ما كنتش اعرف اي حاجه عن التسويق، بس ما دخلت التدريب عرفت كل حاجه تقريبا عن التسويق، لان الشرح كان مبسط وكان دايما بيبقى فيه امثله وكيس ستادي، فبدات افهم عن المجال اكتر، وبدات ان انا عندي شغف ان انا اعرف عنه اكتر. بقيت بلاقي رد على الاسئله بتاعتي في المجال بتاعي. اتعلمنا حاجات في مجال الماركتنج بشكل عام، اتعلمنا حاجات ازاي نطلع كامبينز على البلاتفورمز، وكمان اتعلمنا ازاي نعمل تراكنج ونشوف الكامبين بتاعتنا ناجحه ولا لا. لقيت نفسي بصراحه ان كان في فرق كبير جدا عن قبل التريننج، في معلومات كتير جدا عرفتها، في اكسبيرينس كبيره وكويسه استفدتها من الناس هنا. لما جيت الانترن بتاع ازرق خلال ال 30 يوم نقلت نقله كبيره جدا في الجزئيه بتاعت المايند سيت والتكنيكال بشكل اساسي. طموحي في الشركه ان انا
حابة اتعلم حاجات جديدة وحابة اخد خبرة اكتر في المجال. حابه ان انا اوصل لبوزيشن كويس وعالي. انا لسه في البدايه، بس حابه ان انا اطور من نفسي وان انا اعرف كل شويه عن المجال، لان هو مجال دايما فيه تجديد، فحابه ان انا اوصل لبوزيشن عالي ان شاء الله. طموحي الاول والاكبر ان انا اكون ناجحه في الحاجه اللي انا بعملها. انا عايز اتعلم من ازرق كل حاجه ليها علاقه بالمجال، وعايز اتعلم كل حاجه في ازرق. عايز اعرف اوصل لحد ان انا ازاي اقدر ادير شركه زي ازرق. طموحي عموما ان انا استفيد من الناس، استفيد من خبراتهم، قدرتهم على حل المشكلات. يعني الناس هنا كويسه جدا في الحته دي، ومش بحلم بجوب تايتل معين او بوزيشن معين، على قد ما انا بحلم ان انا اكون استاهل المكان ده في يوم من الايام، مش انا اللي اسعى له لكن هو اللي يتنسب لي. حابب بصراحه اكون اوصل ليفل كويس جدا في الماركتنج والميديا باينج، ان انا اقدر اكون فيه اطلع فيه، اساعد برضو الناس واطلع الخبرات اللي انا كسبتها في المجال وفي ازرق عامه. ان شاء الله في الفتره اللي جايه اتمنى ان انا اكون ميديا باير مختلف، وعندي بصمه خاصه ليا في التسويق والحملات التسويقيه بتاعتي.